السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم من جديد بفيديو جديد من عند الحمام. يا رب يعجبكم إن شاء الله. معلش على التأخير، كان عندنا بس شوية ظروف. الحمد لله. النهاردة هنتكلم عن إنتاج الحمام، حاجة مكون من البيت، رخيص جدا وسعره رخيص، هيخلي الحمام ينتج عندكم زي الساعة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هتشوفوا الإنتاج الوفير والخير الكتير عندكم بإذن الله بحاجة بسيطة جدا جدا. حاجة يعني سعرها رخيص، مش هتكلفكم كتير. هتحطوا منها لو عندكم مشاكل كتيرة في المكان، هتحطوا 3 أيام في الأسبوع في الأول، وبعد كده مرتين في الأسبوع. مش هتكلفكم كتير وسعرها رخيص، يعني مش غالية. هتجيبوا شوية مثلا ب10 جنيه أو حاجة وتخلوهم عندكم في البيت، وتحطوا منهم معلقتين في كل مرة. هتقلبوها على الكلفة، معلقتين 2 بس كبار، هتقلبوهم على الكلفة في كل مرة. وهتلاقوا بسم الله ما شاء الله الانتاج عندكم، والحمام صحته زي الفل. لو الحمام معوق بقاله فترة، او الحمام عندكم مثلا في حمام عطال مش بيبيض، مع الاستمرارية ووضع الحبوب ديت ان شاء الله هتلاقوا الانتاج وهتلاقوا الخير في المكان. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. قولوا اللهم بارك يا جماعة. هتلاقوا خير كتير في المكان وربنا يفتح عليكم. لان طبعا الكلفة زي ما انتوا عارفين سعرها غلي، واحنا عايزين الحمام ينتج. وطبعا اللي عنده حمام كتير ومش بينتج يتخلص منه، يا اما يذبحه ويبيعه على انه حمام كبير يتاكل، يا اما ياكله في بيته عادي، يعني يستفاد منه في كل الاحوال. لان حرام ان احنا نربي حمام مش بيبيض عندنا او مش بينتج، ونبتدي ان احنا نجيب في المكان حمام غالي شوية، نصرف على الحمام اللي موجود عندنا. الحبوب اللي معانا النهاردة رخيصة والله يا جماعة، مش غالية. لو انتوا جبتوا منها ب10 جنيه او ب20 جنيه في البيت وحطيتوا للحمام، هتلاقوا الخير كتير في المكان وربنا يوسع عليكم. هتاخدوا من الحمام وتبيعوا وتصرفوا على الحمام بتاعكم. لان حرام ان احنا نفضل نصرف على الحمام مصاريف كتير والحمام مش بيبيض، والكلفة غالية وسعرها مبالغ فيها. ربنا يرخي قوت المسلمين ان شاء الله ويوسع ارزاقكم جميعا. كتروا من الاستغفار يا جماعة، الاستغفار بيوسع الرزق. استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين، واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا. الاستغفار شيء جميل جدا جدا. الاستغفار بيوسع ابواب الرزق وبيفتح ابواب الرزق المغلقة. وربنا يوسع ارزاقكم جميعا ويرزقكم جميعا من حيث لا تحتسبوا. طبعا كل الناس بتشتكي من الغلاء ومن الاسعار، لكن ربنا كريم ان شاء الله. ربنا يلطف بكم جميعا ويلطف بينا ويرخي قوت المسلمين. عشان كده يا جماعة لازما من بيتنا نحط اي حاجة للحمام. نحاول ان احنا منشتريش حاجات كتير من بره، لان التكاليف هتبقى غالية علينا وكتيرة. فاحنا هنحاول ان احنا نحط له اي حاجة موجودة عندنا في البيت علشان ينتج ويكون الانتاج وفير وغزير بإذن الله. المكون اللي معانا النهاردة هو حبة البركة. هتجيبوا معلقتين من حبة البركة وهتقلبوهم على كيلو الكلفة. كيلو الكلفة تحطوا عليه معلقتين. مش متوفر عندكم كتير، حطوا معلقة وقولوا بسم الله وربنا يبارك لكم. حطوا معلقة واحدة لو مش متوفر عندكم كتير، يعني حطوا معلقة واحدة وسموا الله وقولوا بسم الله. ويا حبذا لو حطيتوا معاها كزبرة ناشفة، حبوب كده برضو تمنع الإسهال وجميلة جدا في المكان وبتنظف معدة الحمام. طبعا كلكم عارفين ان الحبة السوداء عفوا، الحبة السوداء اللي هي حبة البركة شفاء من كل داء إلا السام. ده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، الموت يعني. ربنا يطول في أعماركم جميعا. فالحبة السوداء شفاء من كل داء، بتعالج الإسهال، بتعالج السالمونيلا، بتعالج البكتيريا والفيروسات، بتقضي عليها من المكان خالص. بسم الله ما شاء الله. استمروا بس على وضع حبة البركة وحطوا معاها شوية كزبرة وهتدعولي، وإن شاء الله هتلاقوا الخير الكتير والإنتاج الوفير في المكان. وكل إنسان مننا لازم يحافظ على الدعاء، لأن الدعاء ده هو أساس العبادة. الدعاء أساس العبادة. ربنا يكرمكم جميعا ويرزقكم جميعا من حيث لا تحتسبوا. وما تنسوش تحافظوا على الفرائض في ميعادها يا جماعة، علشان ربنا يكرمكم ويحفظكم من كل سوء ووسع في أرزاقكم. يعني
الصلاة والدعاء دولت أساس كل شيء. حياة الإنسان ما تستقمش ولا يرتاح نفسيا ولا ماديا ولا أي شيء إلا لما يكون مع الله. كل إنسان ما يتقرب من ربنا كل ما ربنا يكرمه ووسع في رزقه إن شاء الله. وربنا يكرمكم جميعا ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا، ويرزقكم برزق أطفالكم وأولادكم يا رب، ويوسع في أرزاقكم جميعا. أتمنى لكم الخير وربنا يكرمكم، وما أتمناش إن حد يصفي حمام، لأن تربية الحمام جميلة، لكن استعينوا بالدعاء وربنا يكرمكم. ربنا ما خلقش حاجة وسابها. الدعاء جميل يا جماعة، كل ما تدعوا ربنا كل ما ربنا يوسع في أرزاقكم ويبعت لكم رزق الطير اللي عندكم، ويبعت لكم رزق أولادكم وكل حاجة، يبعت لكم الرزق من حيث لا تحتسبوا إن شاء الله. فما تنسوش الصلاة وتنسوش الدعاء، كله في وقته إن شاء الله. وما تنسوش أذكار الصباح والمساء وصلاة الفجر في ميعادها. ربنا مش محتاج مننا حاجة، ربنا خلقنا علشان نعبده، هو مش محتاج مننا حاجة. مش محتاج ان احنا يعني احنا عبدناه او ما عبدناهوش مش هننقص في ملكه شيء ولا هيحصل اي شيء. احنا اللي محتاجين لربنا وربنا مش محتاج لنا. ربنا مش محتاج لنا في اي حاجة، احنا اللي محتاجين لربنا يا جماعة. فلازم نعبده حق عبادته ونكون مع الله دايما كده عشان ربنا يكرمكم. وما تنسوش صيام الاثنين والخميس اللي بيرفع فيهم الأعمال، وخلوا أعمالكم كلها صالحة كده وتقربوا إلى الله عشان ربنا يفتح عليكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. ربنا كريم يا جماعة وما بينساش حد. وعليكم بالدعاء وعليكم بالعبادة، اعبدوا الله حق عبادته وهتلاقوا الخير وهتلاقوا البركة في كل شيء. أي ما تعملوا أي حاجة، جاية بتطبخي في بيتك، جاية بتشتري حاجة، قولي بسم الله، ربنا هيبارك لك وهيرزقك وهيبارك لك في القليل اللي عندك وهيبقى كتير، واولادك هيشبعوا وهياكلوا، وتعملي كل حاجة وتشتري كل اللي نفسك فيه ان شاء الله. لان مفيش حد بيدعي ربنا وبيقول يا رب وربنا بيخذله ابدا. لكن احنا نكون مع الله ونلتزم بالصلاة ونلتزم بالعبادة ونلتزم بالدعاء، وخاصة صلاة الفجر. يعني البركة كلها في صلاة الفجر. البركة كلها في صلاة الفجر. اللي بيصحى بدري وبيقوم بدري بيلاقي الرزق وبيلاقي البركة عفوا. يعني ربنا بيوسع الأرزاق بعد الفجر. بعد الفجر بيبتدي ان هو يوسع الأرزاق. فلازم نصحى بدري ونقوم بدري كده، هنلاقي البركة وهنلاقي الخير. يعني البركة لأمة محمد في بكورهم. يعني اللي بيصحى بدري هيلاقي الخير وهيلاقي الرزق الكتير والرزق الواسع، وان شاء الله. وربنا بيوسع الارزاق كده، هيوسع في ارزاقكم ان شاء الله. الصبح كل يوم كل واحد ربنا بيوزع الارزاق، ربنا هيوسع في رزقه ان شاء الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس يصحى بدري ويلتزم بالعبادة ويصلي الفجر كده في ميعاده. حاجة بسيطة جدا يا جماعة. يعني كل ما تتقربوا الى الله كل ما ربنا هيكرمكم ويسعدكم وهيوسع في ارزاقكم ان شاء الله. ربنا كريم وربنا حنين على عباده. ربنا يلطف بنا جميعا ان شاء الله. واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.